السلام عليكم، جيسبر كو فوز الي بيان. في هذا الفيديو جات معك واحد الفكره هي شابه بصح عيانه في نفس الوقت، وكان واحد الحياه كبيره. ما نهضر لك معك في هذا الفيديو بلا ما نطول عليك ونضيع وقتك ووقتي. يلا نبداو. شوف، كيما قلت في العنوان يو ار وات يو ثينك. انت هو نتاج التخمام نتاعك، يعني اي حاجه تخمم فيها واي حاجه راك قاعد تشوفها بطريقه ايجابيه ولا سلبيه، واي فكره راك تدخلها لراسك راها تنعكس بشكل واعي ولا لا واعي في زوج على الشخصيه نتاعك وطريقه النظره نتاعك لحياتك ولا لونفيرونمون ولا صحابك وكل شيء. نظرتك حتى لروحك على بالك بها. دونك الحاجه الاولى هي شتي لي زيدي اللي كاينين في مخك عنده واحد الامباكت، عنده واحد التاثير عليك. نعطيك واحد المثال. سما دوك انت اذا ريحت مع روحك خيرت انك تخمم بلي انت انسان فاشل، شت مخك غادي يامنها، غادي يحوس يبروفي لك بلي انت انسان فاشل. ولو كان جيت روماركي هذه الحاجه المعيانه بزاف، هادشي يعني كان جيت روماركي حاجه نوعا ما غريبه، تلقى كاع لونفيرونمون من حولك يحاول يثبت لك بلي انت فاشل. الناس تشوفك بلي انت فاشل، البزوز الصغار تيشوفك بلي انت فاشل، الصوالح اللي ديرهم حاجه تبداها ما تكملهاش، حاجه تجي ديرها تفشل، خدمه تبداها ما تصراش. راك فاهم؟ تسمى اي حاجه ولا العالم كاع يحاول يثبت لك بلي انت انسان فاشل باسكو انت قنعت راسك بيها. وانت كراك مقنع راسك بهذه الفكره، انت كي تشوف روحك انسان فاشل مخك يحوس يبروفيها. المخ اللاواعي نهضر عليه ماشي الواعي، المخ اللاواعي يحوس يثبت اي فكره تدخلها ليه بلي هي صح، حوس يفهم لا شابه ولا ماشي شابه، وهاد الباز غيخليه الفيديو واحد اخر. المخ اللاواعي دوك يحوس يثبت هذه الفكره بما معناه انت كي تفشل في حاجه يطيح لك المورال اكثر من اي انسان على وجه الارض. يعني لو كان الانسان يدير خدمه ومثلا يجيه دي بروبلام، غادي داك الانسان نورمال يفوتها عادي وكل شيء مليح، يحاول يحل داك المشكل. بصح دوك انت دوك تقن مادامك مقنع راسك بهاد الفكره غادي تجيك حاجه كبيره جبل صاي ما تقدرش تفوته. ايوا دير الفشل الذريع وانا ومنا وتلم في راسك. الحاجه الدوزيام تبدا تشوف الناس الاخرين انجح منك، وكان مخك يحاول يبروفيها يقول لك بلي مادام لي انا فاشل تسمى كاع اللي راه في الارض خير مني. نعاود نصيغها لك، افضل وسيله باش يقنع مخك يقنعك بلي انت انسان فاشل هو انه يقنعك بلي كاع الناس خير منك. وهذه كان روماركوها بشكل فظيع جدا في المجتمع تاعنا. تلقى اي انسان، اي واحد السوشيال ميديا بان، اي بنادم صغير كبير بز شيباني، اي بنادم تلقاه انت تشوفه كان انجح منك. انا دوك تشوفني قدامك تبان لك ماشي ناجح، انا غير نصور فيديو وصاي، بصح انت تبان لك بلي انا ناجح وما على باليش واش. علاه؟ باسكو مخك مقنعك بلي انت انسان فاشل. ولو كان ما يكونوش العباد ناجحين وانت تشوف راسك اقل منه، هذه الفكره ما تكونش صح بالنسبه لمخك. الحاله التروازيام اللي هي كيما نقولوا شت الفشل راك مقنع به روحك غادي ينعكس على نظرة الناس ليك. شت الناس تولي تشوفك انسان فاشل، تولي تشوفك انسان قل منهم. علاه؟ باسكو انت تشوف راسك كيما راك تتصرف بواحد الطريقه اللي هي تبين بلي انت قل منه. شغل دائما تلقى راسك داخل في اجتماع غير شاد راسك، تلقى راسك داخل في جماعه ما قادش تهضر، ما تعرفش اكسبريس البوين دو في نتاعك، تلقى راسك انسان يكومبليمنتك تقول له ما فاهم. تلقى كاع التصرفات فيك باسكو انت راك مقنع راسك بهاد الفكره، صاي ولات الكاركتر نتاعك، ولات الايمان نتاعك بانك انت انسان فاشل. راك فاهم؟ هذا غير المثال الاول. الحاجه الدوزيام هي انك انت عندك القدره انك تخير فاش تخمم. كيما وصفت لك المثال تاع الانسان الفاشل، لو كان داك الانسان يخير غير يريح مع راسه، يعني ما يدير والو غير يريح مع راسه، قال السلام عليكم انا اللي باغي نري دركا نبدا نبيرسيفي راسي على انني انسان ناجح، انا انسان ناجح كيفاش فاسي كيما هاكي بيفرح براسه. تلقى الشحيه كاع تبدلت، الشحيه كاع تقلبت راسا على عقب تدريجيا، ماشي ضربه واحده، ماشي بين ليله وضحاها، ولكن الحياه تدريجيا. تلقى على سبيل المثال تتفرج للمحتوى نتاع عباد الناجحين، تلاقي يلبس كي عباد الناجحين، تلاقي يهضر كيفه، تلاقي يدخل في وسط الجماعه تلاقي يحسب راه هو كاع صاين نخبه، تلاقي بونديفين تاعه تيتثقف راسه يقرا كتب ما على باليش، تلاقي يتصرف كي عباد الناجحين. ولو كان كاع ما يديرش هذا الشيء، بصح لو كان يكون عنده بليف ولا ايمان قوي بزاف انه انسان ناجح، تلقى ميم لو كان يطيح مع جماعه من الناجحين يتصرف كانه واحد منهم القري ما دار والو وما حقق حتى انجاز من انجازاته. راك فاهمني؟ تسمى غير باسكو حق روح هذه الفكره. وكل شيء اللي تقدر تيشوف اي حاجه فرصه ويشوف. المهم كاع اللي قلتها لك من قبل يعاود يتقلب. وانت عندك حريه الاختيار، والشيء اللي عنده التاثير على الاختيار نتاعك هو واش تكونسومي ولا واش هما الافكار. كاين حدين، واش هما افكار الناس عليك الا انت دير على الغاشي بزاف، ولا واش هما افكارك انت على روحك كي راك دير تشوف روحك. تسمى انت خصك تخير. اذا انت دوك انت خيرت انك تشوف راسك قل من العباد، اسمح لي بس غداك هو اللي غادي يكون
باذن الله، باسكو انت تشوف راسك كيما راك، وبذلك غادي تولي تتعامل مع الناس ومع الانفيرونمون تاعك ومع راسك شخصيا بهذه الطريقه. الا انت تشوف راسك انسان بوزيتيف فرحان، قال السعاده خيرت نكون فرحان ما كان دخل دراهم، وحدك تولي فرحان باذن الله. علاه؟ دوكا مخك هذه الفكره اون فوا تقنعه بها غادي يحاول يبروفيها. دوك على سبيل المثال انت كنقانع بفكره ان على سبيل المثال باللي ما كانش فرص، لو كان اي انسان يجي يقول لك بلي كاين فرصه وقدامك تقول له ما كانش، تقول له مانيش نشوفها. علاه؟ باسكو انت قنعت بالفكره. ولو كان تقنع راسك بلي على سبيل المثال بلي فكره انني لو كان ندير كيما هكا غادي ننجح، الا ما نجحتش ما تفشلش نقطه، باسكو انت قنعت بهذه الفكره. هنا انا نهضر على مستوى الافكار، مستوى الايمان، شغل انا في الداخل راك فاهم، انا عاد الداخل هادشي راه يدور غير في راسك. واغلبيه الافكار نتاعنا ولا كاع المشاكل نتاعنا جايه من الافكار نتاعنا. دوك على سبيل المثال دوك انت انسان على سبيل المثال شويه نضرب الانجلايز كاع هرتها على سبيل المثال دوك انت انسان كتبغي بنت، لو كان ديك البنت تهضرش معاك غادي تولي تخمم باللي مشات مش على باليش واش وراها، وتتخمم اسوء احتمال تتخيله. وداك الاحتمال ما ولاش غير فكره، في البدايه كان غير فكره، بصح دروك راه ولا ايمان، وليت تامن بديك الفكره صاي، مكاينش انسان يبدلها لك. ما هضرش معايا معناها مع واحد اخر. والبروبليم وين راه؟ البروبليم راه ماراهش هنايا، هذا غير مشكل صغير. البروبليم سكو ان هذا الايمان وهذه الفكره اللي ما يبيو احتمال كبير تكون خاطئه وما عندها حتى صحه، ما عندها حتى معنى، تبدا تاثر على التصرفات نتاعك، تشوف راسك تنيرفا تغير نخمم تكره تحزن. انت فكره جبتها من راسك وخليت ليها لافونتاج انها تاثر عليك، باسكو انت امنت بيها وما خليت حتى فكره واحده اخرى المجال انها تدخل. نقطه. النقطه الثالثه هي النقطه الرابعه اللي هي كاع الافكار نتاعنا راه يشكلوا نوع من الحاجز. على سبيل المثال انت كيدير في بالك بلي انت انسان، على سبيل المثال انت انسان خير من الاخرين، خير من الاخرين، انت انسان نخبه شقيف وكاع الجماعه صايب كاع تعلم منك، تولي تشوف الحياه توليك شغل انت راك لبست نواظر النخبه، راك فاهم شغل هذه الفكره كي النواظر، راك لبست الفكره نتاع انني نشوف العالم انني النخبه، تسمى تولي انت تشوف اي حاجه على اساس انك تسخر منها. تشوف بنادم دار حاجه ايه مصحصح مليحه قايب يلحقني، تشوف بنادم بغى يعلمك فات عليا هذه انا عارفها بصح فات عليا مليحه، راك فاهم، تتصرف كانك خير من الاخرين، تلبس خير منك، كاش مناقشه كاع نتوما كاع الجماعه كاع تعلموا مني، انا خير منكم، انا اللي نعلمكم. هذه فكره باي ذا واي خاطئه، باسكو اللي خير من الاخر خير منه بالعباده. خليها الفيديو واحد اخر ان شاء الله نهضروا عليها. لو كان دير في بالك بلي انت انسان قبيح داخل، قبيح ماشي شباب، فاهم، تلبس هاد النظاره زعما دركا ها هي فكره، هي فكره انت انسان قبيح لبستها انت، وليت تشوف العالم دروك من خلال القبح نتاعك. يعني لو كان يجي فايت عليك انسان بدا يضحك هو صاحبه تقول يضحكوا عليا، لو كان يجي فايت عليك مثلا بنت تشوف فيك يشوف غير كيما هكا فيزيت ازدراء شايفاني اقل منها. لو كان الشعب كاع بدا يهضروا على اللبسه راهو اضطهاد راهو يزدروني انا ما بالعاني داروا هذه. لو كان جوج جماعه قاعدين يضحكوا يضحكوا على شي مومو صرا ليه ولا شي اكسبيريونس كاع راهو يضحكوا عليا كاملين، غير وحدك ترجمها، غير وحدك علاه؟ باسكو راك تشوف العالم من خلال العدسه نتاع انا انسان ماشي شباب، راك فاهم. وهذه هي الحاجه اللي نبغى نحطمها في هذا الفيديو. دونك انت خصك تفهم واحد الفكره، مادامك انت فايق بلي راك تلبس العدسه نتاع الافكار نتاعك، يعني غادي نبدا نشوف العالم وكانني انا انسان شباب نقطه. سما الا ديك الجماعه كانت تضحك معناها يا اما بغا يضحكوا على حاجه خاصتهم يا اما غايضتهم وغايريني. داك الانسان اللي يشوف فيا معناها راه عاجبها الاوتفيت نتاعي، راني عاجبه حنا شباب. ديك البنت شافت تشوفها خفيفه كيما هاك ما قديش تشوف صاي زين طرطق. كاع هاد الافكار خصك تدخلهم لمخك بالسيف، وما تقوليش باللي ما على باليش واش وانا وين. راني شرحت لك دروك كيفاش انا افكاري اثروا عليك، يعني انت راك حر طليق في انك تخيل واش من فكره غادي تاخذها وتولي تديها في حياتك وتشوف العالم من العدسه تاع هذه الفكره. تسمى هذه هي الفكره اللي حوست نشرحها لك في هذا الفيديو. جوسبير اني حليت عينك على واحد الافكار جداد. الا عندك شي موضوع ولا شي حاجه حاب نتطرق ليها ولا نشرحها في فيديو واحد اخر تبغيني نشرحها put down the comments below and see you next time.